السلام عليكم. للاسف طريقه نصب معروفه راح بسببها يجي نص مليون بني ادم في مصر يعني وفي دول تانية، وبيتقال ان اتسرق في حدود 6 مليار جنيه، بغض النظر عن صحه الارقام تزيد او تقل، بس للاسف حصل نصب بالملايين. ازاي؟ واحد صاحبي من اسبوعين كده كلمني وقال لي في موقع بيدي فلوس بالعبيط، عبيط اسمه ايه؟ هوج بول. طيب نظامه ايه ده يا معلم؟ ابدا، انت بتشتري اجهزه تعدين اونلاين وبيديك فلوس كل شهر. دفعت 1000 جنيه هتاخد 500 كل شهر، دفعت 20 هتاخد 15000. بحسبه كده هم اللي بيعملوه. طبعا انا اول ما سمعته من غير تفاهم قلت له يا معلم ده نصب، اهرب انفد بجلدك، ما تدفعش حاجه، ما تكملش ما تكملش ما تكملش. ريقي نشف. نعم. ريقي. مفيش حاجه اسمها تعدين الا بجهاز هاردوير ماسكه في ايدك كده، تبقى ماسكه في ايدك وتعدن بيه عنك على الكهرباء بتاعتك وعلى النت بتاعك. ساعتها ما تقعد تعدن شهر شهرين مش هتجيب ال4 دولار دول. فكون ان في جهاز تشتريه اونلاين بيعدل لك، ده مش صحيح، ده مش حقيقي، ده مش حاجه منطقيه. دي حاجه. الحاجه التانية ان اسعار اجهزه التعدين بتوصل ل 150 الف جنيه و 200 الف جنيه وما بتخشش مصر، فدي حاجه مش منطقيه. فانا بقول لك الفلوس دي لا هتتاخد منك، حاول تسحب فلوسك على قد ما تقدر بسرعه، ما تشتريش جهاز يسرع التعدين على حسب ما بيقولوا، واسحب فلوسك كلها. انتوا شايفين السكرينات بنفسكم، عمال بتحايل عليه وعمال اقول له يا ابني حرام، يا ابني كفايه، يا ابني ما تكملش، بثبت له بكل الادله ان هم نصابين، وهو ابدا دول زي الفل. طب ايه يا عم دليلك؟ يقول لي شوف داخل كام واحد في الموضوع ده، قصدك كام واحد اتضحك عليه. يقول لي ده عاملين جروب عليه نص مليون بني ادم، دول عاملين مؤتمر، دول عاملين احتفاليه. واهم دليل واخطر دليل هو ان ليه ناس صحابه خدوا فلوس من عليه، وفلوس كتير على حسب ما بيقول. اهو ده اخطر حاجه، سحبوا فوق ال50,000. وانا كل كلامي والله العظيم ده جر رجل، والله جر رجل مش اكتر. لازم الناس دي تدي مبالغ في الاول، امال هيجروا الناس ازاي؟ هيجروا الطماعين ازاي؟ وهو ما صدقنيش وعمال يبعت لي صور ليه، دي صور نازله من النت لاماكن تعدين. يقول لي عادي عادي انا معايا قرشين وبجرب فيهم. وهي دي المشكله. انا ما رضيتش اعمل فيديو من بدري لان للاسف في ناس ضعاف نفوس كتير، والظروف دلوقتي تخلي اي حد فعلا يجري على اي حاجه فيها ربح سريع. مش هقدر الومهم، الله يكون في العون، بس هم صعبانين عليا، اقسم بجلال الله صعبانين عليا، لانهم اتضحك عليهم. واللي هيتنفخ اكتر اللي خد فلوس ناس يشغلها واللي اتصدر في الموضوع ده، لان انت علشان تخش الموقع ده لازم تخش بدعوه، واي حد بيديك الدعوه بياخد نسبه منك، فخلت الناس بقى تنشر الدعوات بتاعتهم عشان ياخدوا نسبه اكتر من الناس اللي هتخش وراهم، فبقت زي شجره وشبكه. اللي خد فلوس ناس لبس. ما كانش ينفع اعمل فيديو بدري لان كان هينشر الموضوع اكتر. لو كنت همنع 1000 واحد يخشوا عليه ففي 20,000 مش هيصدقوني، لان في ناس بالفعل سحبت فلوس. اللي كان هيثق في كلامي كان ممكن ما يخشش، لكن اللي اول مره يشوفني ما كانش هيصدق، لان الناس بتسحب فلوس وفي سكرينات وفي جروبات وفي شلل كامله كده بتتكلم عن الموضوع ده وبيسحبوا فلوس منه. قبل كده كنت عملت فيديو عن عمله اسمها باي نتورك، فاكرينها؟ كانت انتشرت انتشار رهيب. ساعتها كنا في شهر 5 2020، وقعدوا يقولوا ايه في شهر 8 2020 العمله دي هتنزل وهنبيعها وهنبقى اغنى الاغنياء. شهر 8 2020 اين انتم اليوم؟ انتوا فين؟ فين الارباح؟ فين المكاسب؟ عارفين المشكله في ايه؟ ان ده مش اول موقع ينصب. قبله كان في موقع اسمه وايت ساند، الرمال البيضاء، ده بقى كان صعب جدا يتصدق ان هو نصب. ده ناس صحابي جدا مقربين مني كانوا داخلين فيه. موقع كان صعب يتصدق ان هو نصب لانه كان عامل بلاوي ومأمن نفسه من كل ناحيه. اولهم ان في صفحه موثقه باسمه، وطبعا ناس كتير قبضت منه في الاول. بعد كده محدش يعرف عنهم حاجه. قبل الموقع نفسه قضايا بالكيلو متقدمه فيهم ومفيش فلوس رجعت. ده نصب الكتروني زي النصب العادي. كان بيروح حد يروح ياخد من اهل المدينه ولا اهل القريه 100 200 ويرجع لهم تاني يوم ضعفين، فالناس تاخد الضعفين دول يديهم له تاني. الراجل ده بسم الله ما شاء الله بيزود ويقعد ياخد ويدي ياخد لحد ما يجي في مره يلم لمه كبيره يشوفه تاني، ومسمينهم دلوقتي المستريحين. قصص معروفه. فالخلاصه اقسم بالله العظيم ما في ربح سهل سالك، ما يحصلش، لا يمكن يكون حقيقي. نصب، سرقه، ابعدوا. الحاجات دي زي تسويق الشبكه، اهربوا. اديكوا شفتوا السكرينات اهو. تخش تشتري جهاز كده اونلاين هو اللي يعدل لك تديك فلوس. الناس دي صدقت حاجه زي كده زي انا مش عارف. لو واحد ما يعرفش اي حاجه عن البرمجه سرق كده اي حاجه من على النت وعملها موقع، مش هيعملها بالشكل اللهبل ده. موقع من اوله لاخره زي الزفت يشكك اي حد، ومع ذلك الناس دي كلها دفعت فيها فلوس. فخلوا بالكم ما تضيعوش فلوس تعبتوا فيها، ولا تضيعوا حقوقكم وتدوها النصاب. وخليكم عارفين ان النصاب بخير طول ما الطماع موجود. ربنا يستر علينا. السلام عليكم.